لو قلت لك وش الغريب في هذه اللقطة، أكيد يعني راح تقول لي إنه أنا كنت ماسك الأم، بس أنا قتلت اللي ضدي بطلقة واحدة. ثواني، لو أنت مصدوم تخيل إنه لو تفرجت هذا الفيديو وطبقت كل الخطوات راح تصير مهارتك بالأم زي هيك. أيوة أنت يا نوب راح تصير زي هيك. تابع الخطوات عشان تصير محترف أم. ترى شايفك يلي تتنمر على سكين آدم شوكولاتة، حتى مش شوكولاتة، آدم عادي، آدم أبيض. المهم لا تتنمر على سكين آدم شوكولاتة، أنا مسميه شوكولاتة، هو مش شوكولاتة، بس لا تتنمر عليه، ترى عمك والله عمك. وكمان لو تسألني ليش مش حاط سكن، تراني في المود اللي بدون انترنت عشان اعمل لكم فيديو وانتوا اصلا ما تعملوا اشتراك. اعملوا اشتراك، تراني استنى، اعملوا اشتراك ولايك. لا عن جد. طيب لو مش عايزين تعملوا اشتراك ما تعملوش، بس تذكروا اني افيدكم بالمعلومات. وكمان ترى لما يشترك عارفين وين راح احط هذا الأم. راح احط هذا الأم في مكان ما. المهم نبدأ بالأخطاء اللي يعملوها معظم اللاعبين يلعبوا بهاي الطريقة بالأم. قول لي ليش هاي الطريقة غلط؟ يعني هاي الطريقة غلط، اقول لكم طريقة مش غلط، بل اعدادات غلط. انت عامل خطأ كبير. لما تروح وسائل التحكم لا تعمل القنص السريع، هذا ايقاف، اعمل تشغيل عشان تصير سرعة الدبل أم أسطورية. شوفوا، استنوا انا نوب بس. والله في مشكلة، شكله مش محمل. شوفوا الحين، شفتوا العضلات. وكمان شي ثاني، لما يكون الخصم بعيد راح تقدر تضربه بكل سهولة، مش زي الثاني. وبمناسبة الضرب من بعيد، في غلط يرتكبه معظم لاعبي فري فاير. لما يلعبوا بالسنايبر يلعبوا هيك، وللأسف هذه الطريقة أولا تكشف مكانك، وثانيا لما تلعب هيك راح يقتلك الخصم حتى قبل ما تفكر تضرب عليه. مش تضرب عليه، تفكر تضرب عليه راح يكون قتلك. والطريقة السريعة هي السكوب والضرب بسرعة هيك. حتى لو ما جت ضربت، بس مش راح تضيع وقتك وانت تعمل هيك عشان تجيب هيد شوت، وفي الاخر راح يتحرك. شفتوه؟ لازم السرعة. ولو تقولوا لي ليش انت راح تعلمنا بس هذه الاشياء، ما فيش خدع، ما فيش شيء، راح اقول لكم شيء يعني معظم لاعبين في الفاير يعرفوه، بس هو مفيد لو كان في واحد مكبر لك ورا الجدار وانت جاي زي الأهبل هيك. راح تقول لي وش هذا الشيء؟ راح اقول لك انه لو حطيت الايم في وش اقول لك، المكان الغالي يا غالي، راح يكون النطة والضرب، راح تجيب هيد شوت من اي مكان. وش هذه القوة؟ بس انا نوب مرات ما جبتهاش. فهذا طريقة تعلم الأم. وثاني شيء يكون سريع، ما تتأخرش، اضرب.
حتى لو ما جاتش هيد شوت ولا ما جاتش اصلا، اضرب بس بسرعة. المهم يكون عندك السرعة في الضرب، فهمت؟ وكمان اقول لكم شيء مهم، السكوب والضرب هو اللي يسرع السويتش بالأم. شوفوا فهذه الطريقة صحيحة الآن. وخليكم مع الشخصية. مبدئيا في الشخصيات، أولا لازم الشخصية الأكتف واللي هي الشخصية النشطة تكون راي. وش هو راي؟ راي هي شخصية الجديدة، وهي تخلي اللاعب اللي ضدك يكون مكشوف وفي ربط بينكم، زي الربط اللي في شخصية كيسي على ما أظن. وكمان الشي القوي انه ينقص لك 40 في الدم، والاوام دمجوا 150، فالمجموع راح يكون 190. طب راح تقول لي كيف راح اقتل بضربة واحدة وانا دمجي 190؟ راح اقول لك وهو الشخصية اللي بعده رين الشخصية تخلي اللعبة سهلة، تكسر لك الثلج وترمي أسهم 3 أسهم تدمج 3 أسهم تدمج على ما أظن 5 لكل واحد، يعني 15، يعني 205. فالعدو اللي ضدك يودع. فهذه الشخصيات هي الأهم. ونجي لشخصية رافائيل، واللي هي جاد تيم، من أقوى شخصيات الأم. تخلي الأم عندك تلقائيا عنده سايلنسر، واللي هو اللي يخلي الأم أسطوري. يعني تخيل تضرب الناس وهم مش عارفين من وين جت الضربة ولا سامعين صوتها، فهذا الشيء أسطوري. وفي الأخير الشخصية الأخيرة اختيارية، يعني أي شخصية تريدها، المهم تكون شخصية تساعدك في الأم، ولا شخصية علاجية وإلى هذا القبيل، أو شخصية ترتاح وانت تلعب بيها. وفي الأخير الحيوان الأليف طبعا راح يكون فلاش، واللي هو واو. تخيل انه لما يجي شخص يغدرك وانت تلعب بالأم، يعني الغدرة فيك سهلة. تخيل انه 25% من الدمج اللي يجي في ظهرك يتحول لنقاط الدلع. راح تصير معضل، راح تصير ما تموت، راح تصير invincible. وهذا اللي كان معنا في هذا الفيديو، وأتمنى تحطوا لايك عشان أنا أتعب عشان أعمل لكم فيديوهات زي هيك طويلة. أحب أعمل شورت مش الفيديوهات طويلة. وباي.